السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسكويت النهاردة بنكهة الليمون. بيضة واحدة ومش هنضيف حليب ولا زبدة، وهنشكله بأدوات بسيطة، وهنعمل 50 قطعة بسكويت بكوبايتين ونص من الدقيق، هش من جوه ومقرمش من بره. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. انا معايا كوبايه من السمنه، عايرتها وحطيتها في التلاجة، لا هي جامده قوي ولا سايحه. وهنطلع السمنه من الكوبايه، كل الكميه اللي في الكوبايه كده، حطها في التلاجة لمده ساعه او ساعه ونص كده. معايا كوبايه من السكر البودره، ناقصه معلقه هرميه، وهنقلب الخليط ده معانا لحد ما يبقى ناعم. وهنفضل نقلب لحد اللون بتاعه ما يفتح كده ويبقى هش وخفيف معانا، لحد ما السمنة والسكر يبقوا زي الكريمة كده. هنضيف البيضة، معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنقلب البيضة بالخليط. عصرة ليمونة، هنضيف عصير ليمونة، معلقتين من النشا هرميين. النشا هنا بيعادل الزبدة، كأن احنا عملنا بالزبدة. هنضيف معلقة بيكنج باودر صغيرة، وهنقلب الخليط. وانا ضفت معلقة من الخل، معلقة صغيرة من الخل. انا شفت بذرة ليمونة كده انا حشتها. هنجيب كوبايتين الدقيق وهننخلهم، وهنخلي نص الكوباية دنبية، على حسب كل نوع دقيق ما يشرب من السوائل. وهنقلب ومش هنعجن خالص، احنا بنلم العجينة بالدقيق بحيث بنشرب الدقيق بالسوائل دي بس مش اكتر. انا طبعا بعد ما حطيت كوبايتين الدقيق، نص كوباية الدقيق دنبية، وباخد معلقة معلقة لحد ما انا كملت نص الكوباية. يبقى بالظبط كده المقادير دي خدت معايا كوبايتين ونص من الدقيق. العجينة بتاعتي بتبقى لينة كده وطرية، مش سميكة. هنجيب معلقتين سكر حبيبات، وهنكور، وهناخد قطعة كده قد الليمونة، ونكورها ونضغطها. ونشكلها، نحط القطعة دي في السكر ونقلبها على الناحيتين. يبقى كده كل قطعة هنحطها في حبيبات السكر. السكر بيدينا شكل وطعم لذيذ في النهاية. هنشكلها بأي حاجة. أنا عندي القطعة دي بتاعت المعجنات، طبعا لو عندك كوباية أو معلقة، أي حاجة ليها سيف كده بتنشكل بيها البسكويت القمر ده. وهنكمل باقي الكمية بالطريقة دي. هناخد قطعة قد الليمونة وهنحطها في السكر من ناحيتين. بجد السكر بيدي طعم وشكل للبسكويت ده. وهنشكل بأي حاجة طبعا، بالمعلقة، كوباية كلها سيف، قطعها زي ما انا عملت. وهنكمل باقي الكمية بالطريقة دي. بسكويت يومي. انا عملت صاجين زي العسل كده، 50 قطعة بسكويت من كوبايتين ونص دقيق. بصوا شكل السكر كده، بوريكم ليه لمعة كده، لمعة السكر، وبيدي طعم غير اللمعة الطعم. البسكويت هش من جوه ومقرمش من بره. وطبعا تفرحي عيالك. البسكويت ده ممكن تعمليه كل يوم. الطريقة سهلة وبسيطة، وجنب كوباية شاي تفطري بيه. بصوا طريقة التقديم القمر دي، جنب كوباية شاي وتفطري وتفرحي عيالك بالوصفة دي. طبعا لو أول مرة تشوفوني، أنا أم بلاد،
ودي قناتي، اتمنى منكم لايك وتشيروا الفيديو، والسلام عليكم.